بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. النهاردة معانا فيديو جديد عن طريقة عمل القطيفة بشكل جديد وشكل جمالي. الأشكال اللي انتوا شفتوها ديت هننفذها النهاردة. هيبقى معانا طريقتين للشغل. هنا أول حاجة بحب أعرفها لكم، أنا كنت شغال بقطيفة اللي هي كابسي، معدل فردها جميل جدا وكقطيفة وخامة جميلة جدا. هنا أنا بفرد على العينة القطيفة، وطبعا كل فني فينا ليه طريقته في الفرد بتاعته. هنا ديت عينة ديكورية وانا بحاول اعملها لكم. هنا احنا بنفرد القطيفة. اللون اللي معانا دوت درجة فانيليا لاتيه، يعني فانيليا لاتيه اصفر وبني. هنا دي طريقة مس الجنب. هنا انا بعملها بطريقة الزاوية، مش بعملها بالطريقة العشوائية. انا بعملها بطريقة 45، وطبعا انا نزلت لكم فيديو قبل كده بطريقة عمل القطيفة زاوية 45. هنا ديت بتبقى ايدك زي ما انت شايف كده، وبتفرد الجنب كله، بيبان معاك شكل جميل جدا، وبتبقى ديكور جميل جدا. يعني ده لوحده بيبقى ديكور مختلف، بيعمل معاك شكل جمالي، بتعمل ديزاين جميل جدا، وبيخلي الشغل بتاعك مختلف. يعني انا تملي بحب ان انا شغلي يكون مميز ومختلف عن الشغل التاني. هنا انا هجري الفيديو عشان زي ما انتوا عارفين، اللي عايز يعرف طريقة الزاوية ال45 بالظبط عنده الفيديو بتاعه، يقدر يشوفه على الصفحة بتاعتنا. ده اهوت شكل القطيفة. هي مش واضحة طبعا زي الطبيعة، بس هو والله بيبقى شكلها جميل جدا. هنا ده الزاوية ال45. كده احنا عملنا القطيفة بتاعتنا زاوية 45. في ناس بتوقف على الشكل ده. انا بحب ان انا تملي اغير، وانا معاكم بحاول ان انا افيدكم بديكورات كتيرة تبقى مميزة وجديدة. يعني الفكرة ديت جميلة. ودي قطيفة اسمها بيست ارت. بيست ارت يعني الرسم الجميل. حضرتك هنا بتعمل القطيفة بتاعتك عادي خالص، وزي ما انت شايف انا هنا بحاول ان انا اعدل في العينة كده. هبتدي دلوقتي ان انا اظبط في الشكل بتاعها، وابتدي اوريك طريقة تنفيذ الديكور اللي انت شفته في البداية. هنا انا القطيفة معايا كلها كانت عادية، وانا اللي ملونها بمركزات الالوان. انا هنا جبت الوان. انا بشتغل باربعة الوان. اللون الفانيليا لاتيه اتفقنا ان هو اصفر فاو وبني، وبعد كده القطيفة البني دي عبارة عن نقطة اصفر مع زيادة بني، وهتشوفوه دلوقتي اللي هو اللون البني اللي انتوا شايفينه دوت. والتركواز هو اللي عبارة عن اصفر وازرق. هنا انا باخد حاجة بسيطة جدا من القطيفة البني وببتدي احطها، والقطيفة لسه طرية، بحطها كده بلمسات بسيطة وابتدي افرد فيها. وهي طرية ليه؟ عشان بتعمل لي عملية دمج في الالوان، ما بتخليش الالوان ظاهرة، وبتخلي الشكل بيبقى شكل جمالي احسن، وبيبقى لوحة. يعني هي اسمها بيست ارت، اللي هي الرسم المفضل. يعني ده ديكور زي الرسم. هنا انا ببتدي افرد اهوت، وببتدي امشي مع نفس الريتم بتاع القطيفة. انا هنا عاملها زاوية 45، ببتدي امس 45. هنا انا هبتدي افردها لكم كلها واوريكم الشكل. انت بيبقى لك الحرية الشخصية ان انت توزع التوزيع اللي انت حابه. في ناس بتعمل اقل، وفي ناس بتعمل اكتر. وطبعا بالنسبة للألوان دي بتبقى حرية شخصية والحاجة المناسبة ليك. أنا هنا بوريك الطريقة، وأنت كفني بإمكانك تبدع وتطلع شغل أحسن من كده بكتير. وإحنا هنا بس بنستفاد من بعض بالطريقة. هنا أنا حطيت اللون التركواز، وهبتدي برضو أوزعه بنفس الطريقة زي ما أنتوا شايفين. هنا أنا عملت الشغل ده قبل كده في بيوت وعجب الناس جدا، والشكل العام كان بيبقى شبيه لبديل ورق الحائط. انا في الاخر خالص هوريكم شكل كنت عامله ببانو. حاولت ان انا انزله لكم كده بشكل توضيحي في اخر الفيديو. بعد الفيديو التاني هتشوفوه. هنا اهوت ده انا كده بوزع التركواز، وهبتدي ده القطيفة الذهب. دي قطيفة ذهبي بتبقى بيز، هي بتيجي ذهب لان القطيفة عندنا نوعين اللي هو الفضي والذهبي. بتقدر ان انت تجيبها على طول خام يعني، او بامكانك تستبدلها بذهبي ميتاليك برضه هيمشي معاك، وهيعمل معاك التجزيعة، وهيعمل معاك نفس الشكل بتاع القطيفة، وهيخش معاك. والله ما تقلقش منه، يعني ده هيظبط معاك برضه. هنا انا بعمل التوزيع اهوت، وهبتدي اوريكم الشكل للديكور.
طبعا انتوا لو شفتوا الشكل دوت على الطبيعة هتعرفوا قد ايه هو جميل جدا، وبيبقى عامل زي لوحة فنية يعني. ده ذات نفسه يعني بيعطيك شكل جمالي ان انت عامل لوحة في بيتك. طبعا لولا اختلاف الاذواق لبارت السلع، وطبعا احنا هنا بنفيد بعض. يا رب يكون الفيديوهات بتعجبكم، وانا تملي بحب انزل لكم الافكار الجديده، يعني حاجات تنفعكم كفنيين، او حاجات تنفعكم ان انت تبقى مختلف كفني، مختلف عن غيرك. هنا دوت ذهبي وبنشتغل بيه اهوت، وبنمسه. هنا انا بفرد اهوت زي ما انتم شايفين الطريقه، وشغال كل حاجة قدامكم. يعني انا مش حاولت ان انا ما اسرعش المس بتاعها عشان تعرف الطريقة بتاعتها. هنا انا بحاول بقدر الامكان ان اخلي الالوان مدمجة مع بعض. هبتدي دلوقتي اوري لكم الشكل العام للفيديو. هنا القطيفة اهيت، هبتدي اظبط الشكل بتاعها وابتدي ابينها لكم كوضع عام ليها. هنا دوت انا كل ما بحس ان اللون لسه محتاج ان هو يتمس بمسه. دي حاجة بترجع لك انت. انا ده الشكل بتاعك انت كفني، لكن والالوان انا هنا بعطيك الطريقة التنفيذية بس. ده الشكل بتاعها. هنا انا حسيت ان الحتة دي محتاجة تتمس تاني همسها. حسيت ان الشكل كده مظبوط تمام. ودي عينة ديكورية انا عاملها لكم يعني من باب التعليم. يعني بص، انا هنا هلاحظ ان في حتة ذهبي محتاجة مساحة، حسيتها زايدة شوية، هقوم مسسها زي ما انت شايف. ده بيبقى الشكل العام للديكور بتاعنا. زي ما انت شايف هو كديكور جميل جدا، وقطيفة خارجة عن بره الصندوق، يعني زي ما بنقول. يعني انت تقدر تسميها اي مسمى. انا عن نفسي مسميها قطيفة بيست ارت، وبشتغل بيها وبوريها للعميل. في ناس عندهم الجراءة للتغيير، وفي ناس بتقول لك لا انا عايز التقليدي. ببتدي اوريهم الزاوية ال45، وببتدي اوريهم الشغل بتاعي، بحيث ان هو يحس فيك بالتميز، وتقدر ان انت يعني تنتج شغل وتعمل لنفسك اسم يخليك مميز عن باقي الناس. هنا انا بعطيلكوا الشغل دوت لوجه الله يعني، اتمنى منكم بس ان الدعاء ليا بظهر الغيب، وان لو بينتفع حد منكم ان هو يعني ما ينسانيش من الدعاء. هنا احنا هنعمل الشكل التاني اللي انا قلت لكم هو معانا ان شاء الله. هنا انا بفرد القطيفة عادي جدا، برضو بعمل وش، وببتدي امسها بالطريقة العادية بتاعتنا خالص اللي احنا بنعملها في الجوانب الديكورية بتاعتنا. دي مسة القطيفة العادية خالص. طبعا انا بشتغل عليها دلوقتي، همسها كلها، وهبتدي بعد كده اشتغل الديكور معاكم. هي نفس الفكرة بس بطريقة تانية، نفس الفكرة بس هتبقى بطريقة تانية. هنا انا مسيتها اهوت، وببتدي ان انا احط البني، بس هنا بكون واخد بالي ان انا ما احطش كميات كبيرة. يعني هنا يا دوب لمسة بسيطة، لان هو كدمج هيخش جوه بعضه، لان دوت بيفرد معايا اكتر. هنا انا حطيت اللون البني، وببتدي امس بنفس الطريقة. الفكرة يا جماعة ان انت لما بتحط اللون بتمس بنفس الشكل، وبتعمل عملية دمج للون جوه اللون. برضه هي مش واضحة لكم دلوقتي، وبرضه لما هتشوفها وانا مخلصها هتيجي تبص هتلاقي الشكل مختلف نهائي، وهتلاقيها لوحة فنية. واكيد انتوا شفتوها في بداية الفيديو فشفتوا الطريقة بتاعتها. هنا اهوت انا بوزع التركواز، وهبتدي اوزع برضه الذهبي. هنا زي ما انت شايف انا ما كانش فيه شكل معين انا محتاجه. هنا انا ببتدي ارسم اللوحة بعناي انا، او على حسب ما انا احس ان انا مرتاح. انت وانت شغال على حائط كبير بتبتدي ترجع لورا وتبص، اتلاقيت حتة محتاجة انت كفني هتحسها، اتلاقيت حتة محتاجة اعطلها، اتلاقيتها لا زايدة، بامكانك ان انت تقعد تمس فيها وترجع تديلها قطيفة تاني، وتدخل دمج الالوان بتاعها ان انت تنهيها تاني. عشان كده انا بفضل ان الشغل يبقى طري في طري في المس بتاعه.
يعني هو مش طري خالص، ان انت يعني ايه لسه متقبل، لسه فيه الروح، يعني لسه المسة التانية اللي هي الاخيرة بتاعتنا، اللي هي التشبيع، الكوية الاخيرة للقطيفة. هنا انا حسيت ان اللون هنا مختفي، عايز ازوده، ابتديت ازود البني وابتديت ازود التركواز، وبعمل عملية الدمج اهوت. انا بشكل اللوحة وانت تشكل لوحتك زي ما انت عايز، ودي طريقة الشغل اللي انت ترتاح لها. انا هنا كفني بعطيك الايه، الطريقة اللي تمشي عليها، بطريقة الدمج، بطريقة الديكور، بعطيك الفكرة او الخيط اللي انت تبتدي تمشي عليه وتبدع بيه. وطبعا انا عارف ان في ناس فنيين اعلى مني بكتير و... وهيطلعوا شغل احسن من دوت بكتير، بس ما يعني اه فكرة، وحبيت ان انا ايه اعطاها لكم، لعل وعسى حد ينتفع بيها. هنا انا هسيبكم مع الفيديو تتفرجوا عليه، وفي اخر الفيديو هتشوفوا حاجة من اعمالي قبل كده انا عاملها في بانو، وهتشوفوا فرق الشكل طبعا. ده كان في محل ديكورات وعامل له ديكورات كتيرة جدا، ودي كانت من ضمن الديكورات اللي احنا عاملينها له. يا رب نكون بننفعكم ولو بالقليل، وما تنسوناش تدعمونا بلايك ومشاركة والاشتراك في القناة ومشاركة الفيديو وما تنسوناش من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.